Hey everyone. النهاردة أول درس من دروس تعلم اللغة الإنجليزية بطلاقة من أول يوم. النهاردة أول درس من دروس الكورس ده. هنتعلم إيه في الدرس ده؟ هنتعلم مهارات فتح الحوار، مهارات التواصل. هنعلمك إزاي تفتح الكلام مع القريبين منك، ناس بتشوفهم كل يوم، زملاء، أصدقاء، جيران، أي حد قريب منك. هو ده الكلام. كل درس فيه سر من أسرار إزاي تتكلم إنجليزي بطلاقة. يلا نبدأ وناخد سر درس النهاردة، ازاي تفتح حوار مع اي حد قريب منك. واوعدك في نهاية الدرس وتنفذ كل التمارين العملي اللي فيه، هتلاقي نفسك بتفتح حوار مع كل واحد قريب منك وبدون تفكير، لان عقلك الباطن هو اللي بيتكلم. ونبدأ سر النهاردة بعد الفاصل. سر النهاردة علشان تتكلم انجليزي بطلاقة هو القالب how is. كلمتين بساط جدا. how is. How is. How is. How is. How is. How is. ما تقول زيهم، ساكت ليه؟ صحيح، ما تقول زيهم. كل جملة هتسمعها معانا من هنا ورايح توقف الفيديو وتقول زي ما سمعتها بالظبط. طب انا مش هعرف اقول زيهم، هاوز زيهم، عايز انطقها صح، اعمل ايه؟ اقول لك يا سيدي، من جوه قوي، من عند الحنجرة جوه بقك، يعني افتح بقك وطلع هوا من جوه بقك واعمل الصوت ده. هاوز. تعرف تقولها كده؟ نرجع لموضوعنا. لو ركبت شوية اكسسوارات على القالب ده المعنى هيتغير ويبقى عندك حصيلة لغوية قوية كده. تعال نجرب. How is your father؟ يعني باباك عامل ايه؟ How is your mother؟ يعني مامتك اخبارها ايه؟ وحط بقى زي ما انت عايز. How is your day؟ يعني يومك عامل ازاي؟ How is your job؟ شغلك عامل ايه؟ How is he؟ هو عامل ايه؟ How is she؟ هي اخبارها ايه؟ تعال نسمع الفيديو ده. How is your father? How is your mother? How is your day? How is your job? How is he? How is she? درس النهاردة بقى على قالب قوي جدا وهو how's it. مين بقى it دي؟ it هي الدنيا، هي الحالة. يعني لما اقول how's it going يعني الدنيا ماشية معاك، يعني عامل بالبلدي خالص ازيك. القالب ده منتشر اكتر في امريكا في الكلام غير الرسمي بين الاصدقاء وفي الشارع الامريكي. طبعا في بريطانيا اقل انتشارا شوية، بيستخدموا قالب تاني you alright، يعني هل انت كويس. يعني لما اقول لحد how's it going تمام يا باشا. ايوه، ممكن يكون تمام وممكن ما يكونش تمام وممكن يكون عادي. يعني في 3 اجابات على السؤال ده. ازاي اقول how's it going؟ خد بالك، how's خلاص خدناها، هتحط همزة بعدها. how's it همزة وبعدين تقول going، هتبقى على بعضها how's it going. قولها تاني كده. how's it going. يعني it دي مش بننطقها خالص، الله يرحمها، مفيش it. how's it going. في الدروس المساعدة تمارين كتير قوي صوتيات هتتعلم منها السكيلز بتاعت السبيكينج والليسننج. الصورة اللي احنا شايفينها دي دلوقتي هي صورة مستر جود اللي دايما بيقول انا جود. يعني لو سألناه يا مستر جود انت عامل ايه، ازيك، هيقول pretty good. وقلنا له عامل ايه، يرد ويقول pretty good او يقول I am doing great او doing great، بس من غير I am. تمشي برضو، تنفع. طب ما تسأله دلوقتي. يا مستر جود، هاي، how's it going؟ Pretty good. I'm doing great. How's it going? Pretty good. I'm doing great. Pretty good. I'm doing great. Pretty good. I'm doing great. ولو هو في الحالة العادية زي مستر نيوترال يعني حيادي او عادي، هيرد ويقول I am okay. يا مستر نيوترال، هاي، how's it going؟ I'm okay. How's it going, my son? I'm okay. I'm okay. I'm okay. ولو هو حالته وحشة، حالته زي الزفت، يعني زي مستر باد اللي قدامنا، هيرد ويقول not good. I am not doing well. تعال نسأله. يا مستر باد، هاي، how's it going؟ Not good.
I'm not doing well. How's it going? Not good. I'm not doing well. Not good. I'm not doing well. Not good. I'm not doing well. شايفين الصورة دي؟ دي تقريبا ملخص درس النهاردة. المستر اللي فوق بيسأل واحد واحد، والتلات صور اللي تحت هي جميع الإجابات المحتملة. هنسأل كل واحد ونقول له إزيك، ونشوف كل واحد هيرد يقول إيه. Hi, Mr. Good. How's it going? Pretty good. I'm doing great. Wonderful. I'm glad to hear that. Hi, Mr. Neutral. How's it going? I'm okay. Nice. Mr. Bad. How's it going? Not good. I'm not doing well. خدتوا بالكم مستر جود بعد ما قال pretty good I am doing great، الراجل اللي فوق رد عليه وقال له ايه؟ تعال نشوف رد عليه وقال له ايه. ورينا. Wonderful. I'm glad to hear that. Wonderful. I'm glad to hear that. Wonderful. I'm glad to hear that. wonderful I'm glad to hear that، يعني كويس قوي، يعني رائع، يعني انا سعيد اني بسمع ده. رد فعله ده لما قال wonderful فتح كنز في اللغة الانجليزية. الكنز ده هيخليك تتواصل مع الاجانب بكل ثقة حتى لو مش قادر تفهم هما بيقولوا ايه. كنز مرة واحدة. ايوه، كنز التواصل والثقة كمان. مش مصدقني؟ تعال بعد الفاصل وانا اقول لك. في الغالب لما حد بيكلمك ويحكي لك ويقول لك شوف بقى يا سيدي، انا هحكي لك الموضوع كله. اول حاجة انا رحت الحتة الفلانية وقابلت فلان الفلاني وقلت له كذا. انت بقى علشان تحسسه انك معاه تقول له كويس تمام. شفت اهو قال لي تمام، علشان يحسسني انه معايا في الحوار. المهم بعد ما تقول لصاحبك كويس يرد هو ويكمل ويقول لك وبعدين حصل كذا وكذا، انت برضو ترد تقول له عال، ويفضل هو يتكلم وانت كل اللي عليك تقول له تمام كويس عال قوي. تعالى بقى نعرف ازاي نقول كويس وتمام وعال قوي وتخلي الحوار متواصل مع اللي قدامك. لو حد كلمك بالانجليزي وانت عايز تحسسه انك معاه تقول له wonderful nice great good nice. علشان كده هنشغل الفيديو تاني ونركز على الكلمات اللي بتخلي الحوار يتواصل ويس. معاك نوتة هتكتب فيها درس النهاردة، هتكتب فيها الحوار how's it going pretty good I'm doing great wonderful I'm glad to hear that بس. وتكتب كمان مهارة التواصل. النهاردة الحلقة الأولى في مهارة التواصل. مع كل درس هيبقى فيه مهارة التواصل. Hi, Mr. Good. How's it going? Pretty good. I'm doing great. Wonderful. I'm glad to hear that. Hi, Mr. Neutral. How's it going? I'm okay. Nice. Mr. Bad. How's it going? Not good. I'm not doing well.